نور، التعاطف معاكي في العلاج بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى ان انا بسمع العيان كويس قوي، بسمعه بانصات، ببقى مهتمه جدا ان هو يطلع كل مشاعره، ببقى متعاطفه معاه جدا في حته اني مقدره ظروفه، وان اللي فيه ده بالرغم من انه ممكن يكون حاجه مرفوضه اجتماعيا او دينيا او باي شكل من الاشكال، لا هي حاجه محتاجه اصدق على وجودها واصدق قد ايه هي مسببه له الم، والم شديد قوي مهما كانت الحاجه دي بسيطه جدا. طيب الطريقه دي بتكون مستمره معاكي طول الوقت، يعني مع اي حاجه، مع اي شكل، مع اي سن؟ موجوده تقريبا في اغلب الحالات، مفيش اختلاف ما بينهم تقريبا، هو كلهم بحاول ان انا اتعاطف معاهم، بس في نفس الوقت بحاول ان انا ما اغرقش جواهم يعني. ده بيجيب نتيجه؟ يعني بيحصل تحسن في طبعا الحالات اللي معاكي؟ بيحصل جدا جدا. انا بشوف ان العيان النفسي او المريض النفسي هو اكتر شخص اتنبذ من كل اللي حواليه، كل اللي حواليه ما صدقوش على وجعه، وبالتالي ما ينفعش انا اجي كمان وما صدقش على وجعه واقول له لا انت يعني اوفر او مكبر الموضوع او مالك مضخم الامور كده ليه. وبيتحسنوا؟ متحسن. لما بتيجي تتعاملي مع عيان، التعاطف بالنسبه لك بيكون شكله ايه؟ انا بشوف ان ما ينفعش ان احنا نتعاطف مع العيان، لان لو انا تعاطفت معاه بحس ان انا بفقد جزء من قدرتي كمعالج ان انا اقدر احل مشكلته، لان انا بشوف ان انا لو تعاطفت معاه انا هروح معاه. فانا بشوف ان لا، في حد فاصل ما بيني وما بينه، ده هيخليني اكتر شايفه الصوره من وجهه نظر مختلفه وشايفاها من بره، فده هيخليني اعرف اساعده بشكل احسن. لكن لو انا نزلت معاه الملعب مش هبقى شايفه الصوره بشكل كويس، فبالتالي ممكن اقصر في حته ان انا اساعده بشكل كويس. طيب الطريقه دي بتجيب نتيجه مع العيانين، يعني بتحسنوا؟ انا بشوف ان هي بتجيب نتيجه فعلا مع العيانين بتوعي، بحس انه احنا بنحقق نتائج كويسه مع بعض. طب ايه سبب التحسن من وجهه نظرك؟ زي ما قلت لك، انا شايفه ان سبب التحسن هو ان احنا انا مش بروح معاهم في مشاكلهم، مش بتعاطف معاهم في احداثهم. لما حد بيتكلم عن مشاعره، لما حد بيقول حاجه، انا مش بحط زي ما قلت كده حاجه ما بيني وما بينك. بحس باللي انت حاسس بيه، ولكن بفكر نفسي طول الوقت ان احنا مش واحد، فبالتالي انت عندك مشاكلك وانا هنا علشان اساعدك مش عشان اتعاطف معاك. اتعاطف مع المريض ولا ما اتعاطفش؟ دي قضيه يعني اتناقشت كتير في الاوساط العلميه في الطب النفسي. شفنا ياسمين بتقول مش هتعاطف، ونور قالت هتعاطف جدا. انا بالنسبه لي بشوف ان التعاطف، يعني بالنسبه لاحمد مش قاعده، التعاطف عندي بيبقى مرهون بالقدره على المحاوله. يعني انا بكون متعاطف جدا مع المريض او العميل اللي بيحاول يتغير، حتى لو الظروف صعبه، حتى لو هو مش قادر، حتى لو هو الدنيا جايه عليه. انا بكون متعاطف ومتحمس جدا مع المريض في الظروف دي. اما المريض اللي مش بيحاول او المستسلم او اللي عاوز يبان يعني هو ضحيه اكتر، انا مش بقدر احافظ على التعاطف معاه زي مثلا ما نور قالت انها بتحافظ على التعاطف في كل الحالات. فانا بالنسبه لي التعاطف يعني مرهون شويه بقدره العميل على المحاوله، مهما كانت صعبه ومهما كانت تقيله بندعم بعض وبنكمل مع بعض. بتكون النتيجه ان بالتاكيد ده مش بينفع مع كل الناس، ولكن في ناس كتير من العملاء بتوعي بيقدروا يحققوا تحسنات سريعه على النمط ده.